وببلادنا تكرار حوادث غرق الصيادين كل مرة يعيد إلى دائرة السؤال موضوع سلامة البحارة، حيث يعمل كثيرون منهم في قوارب لا تتوفر على جميع معدات السلامة وأحيانا بدون وثائق تأمين. هل هؤلاء وكلهم في انتظار إخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود علها تضع حدا لفوضى القطاع وضعف شروط السلامة والأمن؟ روبورتاج عبد الحميد المرابط ومحمد حجوب من الحسيمة. هنا قبالة شاطئ إسلي بخليج الحسيمة يستعيد رفاق أشرف تفاصيل غرقه في قارب صيد قبل 2.5 شهور كان على متنه 5 بحار، 3 تمكنوا من النجاة فيما لفظت أمواج البحر جثة بحار واحد. أما أشرف الذي لم يكن مسجلا في سجل الإبحار فلا يزال في عداد المفقودين. مر أزيد من 2 شهرين على فقدان أخي دون أن يظهر له أثر بعد أن أبحر على متن قارب غير قانوني مصنوع من البلاستيك وليس من الخشب. قارب أبحر بصعوبة ذلك اليوم الذي فقدت فيه أخي. جهودنا الحثيثة للعثور على فلذة كبدي في البر والبحر لم تثمر أي نتيجة. نحن الآن نوجه نداء للجميع للمساعدة على العثور على ابن المفقود الذي لا أدري إن كان على قيد الحياة، فلو لفظه البحر لتمكنا على الأقل من دفن جثته والترحم عليه. تكرر مآسي غرق الصيادين كل مرة يعيد إلى دائرة الضوء مجددا موضوع سلامة البحارة الذين مفاتئ يطالبون بإخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود من أجل حماية حقوق البحارة وفي مقدمتها التأمين وإلزام أرباب المراكب بالالتزام بقواعد الأمان والسلامة. وزارة الصيد خصها تنظم القطاع، لأن ما يمكنش يخرج مركب بدون تأمين ولا فلوكة، وهاد الحوادث اللي كيوقعوا هاد المراكب كيخرجوا من الميناء وفي الآخر كنصدقوا بأن المركب غير قانوني وفلوكة غير قانونية وما عندهاش التأمين وما عندهاش. هذه مسؤولية وزارة الصيد الأولى اللي خصها تنظم هذا القطاع ودير له مدونة. احنا كنطالبوا بمدونة الصيد البحري تخرج للوجود. ضعف تكوين البحارة وافتقاد مراكب الصيد للمعدات الضرورية ولوازم الإنقاذ معطيات تؤكد ضعف التقيد بقواعد السلامة التي لا تتوفر إلا بنسبة 50% حسب جمعية البحارة الصيادين. بالنسبة النظافة، بالنسبة فين كاين عسل البحري خصو النظافة، خصو التجهيزات بالنسبة لا للمجهز ولا بالنسبة حتى العمال خصهم يقوموا بالمسألة. إذن التأمين. ثم إلى جينا الغارق الماء، إلا تسلط عليك الماء كتجبر المركب كتجبر فيه واحد الآلة اللي كتخرج الماء. هي إجراءات تتخص البواخر، إجراءات تتخص البحار، ومن بين الإجراءات اللي تتخص البواخر هناك فحوصات تقنية كل سنة تتم كل بداية سنة، وهناك فحوصات فجائية للمراكب. ويظل تحديث الترسانة القانونية من خلال إخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود حلم جميع البحارة من أجل تحسين ظروف عمل الصيادين وتأمين كافة حقوقهم ودفع عجلة الصيد البحري.